مساء الخير. دور الأنثى في علاقة التوأمة. طبعا دور الأنثى في علاقة التوأم دور مهم جدا جدا جدا، لأن هي هي قائد العلاقة، هي عليها مسؤولية كبيرة جدا، هي اللي عليها مسؤولية الاتحاد الداخلي، لأن بدون ما هي تتحد داخليا في نفسها ومع ذاتها العليا مفيش أي حاجة تحول خارجي هيحصل. فهي اللي بتبدأ العملية، بعد ما بيجي المذكر ويعمل عملية الاشتعال العاطفي ده، خلاص هي بقى اللي بتمسك العملية من خلال الصعود الروحي اللي هي بتقوم بيه. هي اللي القائد في القصة، هي اللي قائد في العلاقة. بإيه؟ مش انها تحاول بانها تتجه للداخل، بانها تتشافى. هي الدور الاول، هي القائد، هي اللي بتقوم بالعملية الاولية. هي ما فيش حد تاني، والطاقة التانية ممكن تكون في الفترة دي مع هنا ومع هنا ومع هنا وعايشة الحياة طبيعي جدا، هي ملهاش فيه. هي انت القائد مع نفسك، انت توصلي بيها مع نفسك. كل الشغل عبارة عن عمل داخلي في نفسك، مش محتاجة اي حاجة خارجية عشان تقومي بعملية الصعود من الطاقة التانية. عشان تعملي عملية التحولات الداخلية اللي بتحصل جواكي، ومن ثم بتحصل بعد كده التحولات في الطاقة التانية الخارجية في الطاقة التانية. انت اللي بتقودي العملية للأمام، انت بتقودي فعليا العملية للأمام، انت اللي بتعملي التطور من خلال الشفاء. ده عمل عظيم بتقومي بيه، ان انت بتزيلي اي شيء بيعيق الاتحاد. هو ده الشفاء، بتزيليه من نفسك، من صدماتك، بتزيلي اي عوائق من خلال العوائق اللي جواكي لما انت بتتجهي للداخل. ملوش اي علاقة عن ان انت تتصلي بالطرف الاخر، او هو هربان الطاقة التانية ما بيتصلش ما بيعملش، ملوش اي علاقة. انت المعالجة الفعلية للرحلة، بكل الرحلة لحد ما بتوصلي لان دورك ينتهي، يعني الدور اللي انت بتقومي بيه تخلصيه. لان انت اما بتبدأي الرحلة الانوثة هنا بتكون مشوهة، فاحنا الفكرة ان انت ترجعي للانوثة الالهية، للانوثة الحقيقية. هترجع ازاي؟ من خلال رحلة الشفاء، بتغيري نظام الطاقة كله جواكي في الطاقتين، فبالتالي ده بينعكس بره. حتى يعني كل حاجة انت عايزاها تحصل بالاتجاه للداخل، ان انت تتجهي لجوه، ان انت تتشافي، ان انت توصلي للقلب، وبعد كده تبدأي ان انت تتوسعي اكتر وترتفعي اكتر. هي الرحلة عشان انت اساسا نرجع تاني للاتصال بالقلب. انت اللي بتعالجي الرحلة، انت اللي عليكي كل العمل في البداية. فأي مطاردة خارجية، أي شكوى من الطرف الثاني خارجيا بيبعدك عن الرحلة. هو بس المهام انه يثير الصدمات بس في المرحلة دي، وبعد كده لما انت تخلصي الشفاء بتاعك والاتحاد بتاعك يبتدي هو ينقل العملية للواقع المادي. بس بدون ما انت تقومي
الدور ده اللي هو الدور الاول مفيش حاجة هتتطور، مفيش حاجة هتتطور. ما تسأليش بقى هو الطاقة التانية هربانة، الطاقة التانية مشت، الطاقة التانية عملت، ما تسأليش اساسا. اديني اهو بقولك عشان تبقي عارفة. هم اساسا في خلال الوقت ده هم بيكونوا الطاقة التانية دي عايشة حياتها زي ما هي، انت بتكوني في الشفاء الداخلي وهم زي ما هم. الواقع بتاعك هو الواقع اللي انت بتعمليه. مسنودة وعندك مساعدة إلهية، لان انت بتعملي عمل عظيم. انت بتشافي نفسك وبتشافي اللي حواليكي وبتشافي الارض معاكي، فانت بتعملي عمل عظيم. فانت واخده كل الدعم داخليا، برضو كله داخليا، كلها عبارة عن ارشاد الهي. كل الدعم بتاعك وتوجيه عشان تقومي بعملية التحررات وتحرير الصدمات وكرمة الأجداد تحرريها وتشافيها، وكرماتك انت نفسك تقومي بتحريرها عشان تتحدي مع روحك، مع ذاتك العليا، تتصلي بالعوالم العليا، تتصلي بالطاقة الأنثوية الحقيقية اللي جواكي، تعالجي الطاقة الذكورية. كل ده مش سهل، لازم تركيز شديد، لازم تركيز شديد، ولازم يكون في ذكاء، ولازم يعني يكون في سيطرة على النفس. تتحول عشان تتحول طاقتك من الأنوثة المشوهة اللي كلها تشوهات للأنوثة الإلهية. رحلة انتي فيها القائد، انتي فيها اللي كل شيء زي حجر الأساس اللي هيطلع فوقه كل شيء. لو حجر الأساس ما اتحطش مفيش حاجة هتطلع فوقها، حتى لو كنتوا في انفصال، لو كانت الأطراف التانية موجودة في بلد تانية، في مستويات تانية، مع أطراف تانية، أيا كان، انتي اللي في ايديكي ان انتي تزيلي كل العوائق. كل العوائق ممكن انتي تزيليها، لأن العوائق دي انتي ممكن تحرريها. فانتي اللي بتقومي بمعظم الشغل. هو بس بعد كده بيجي هو دلوقتي بيحفز لك بس الصدمات، وبعد كده بيجي بينقل اما انت تتشافي الموضوع للواقع المادي. لما انت تتشافي تماما، لما انت تتشافي تماما، بتعالجي كل حاجة فيكي. لازم تتعالج كل حاجة فيكي مش المفروض انها تكون موجودة، لازم تعالجيها. الكيان بتاعك ده كله بيتعالج. بتعملي ولادة جديدة لأنثى جديدة، أنثى متشافية. لازم ده من كله ده من خلال ان انت تتجهي للداخل، من خلال ان انت هتتعزلي، لان الرحلة محتاجة تركيز، محتاجة ان انت تكوني في عزلة، مدعومة، الله دعمك، الملائكة داعمينك، مش بتحصل فجأة. دي رحلة عميقة بتاخد وقت عميق. المهمة اللي انت بتقومي بيها مهمة كبيرة جدا جدا جدا، مهمة عظيمة. الشفاء الداخلي عمل عظيم، ده عقدك. طالما اتقابلتوا في الواقع المادي، العقد ده عقد اتحاد. مين اللي عليه الخطوة الأولانية؟ انت، مش حد تاني، انت. وطالما انت اتسند لك حاجة زي كده يبقى انت قدها. وبتحصلي على الدعم عشان تقدري انك توصلي وتعملي التحولات اللي المفروض انها تتحول، المفروض انها تحصل. ايه تاني مسؤوليتك؟
مسؤوليتك تاني انك بتستلمي الرسالة الروحية بتاعتك، العمل اللي بتقومي بيه. ده الجزء الاخير من الدور الانثوي، العمل الروحي، المهمة الروحية اللي انت بتقومي بيها. ممكن تكون حاجة صغيرة وممكن تكون حاجة كبيرة، كل واحد حسب المهمة بتاعته، حاجات مختلفة. بس المهم ان انت بتقومي بخدمة. ده بيحصل امتى؟ لما توصلي للشاكرات العليا، لما توصلي لمستويات عليا، بتبتدي ان انت تستلمي المخطط بتاعك من ذاتك العليا. اما بتكوني في الشاكرات العليا، اما بتكوني يعني طهرتي اجزاء كبيرة جدا من الانا السفلية، وده بيكون بقى مخطط الروح بتاعك، فبتبدأي فيه لحد ما توصلي ان انتي خلاص بقيتي عايشة في المخطط ده بتاعك. تبدأي تخشي ال5D، تبدأي تخشي المستوى اللي بعده السادس، وتنشطي اكتر نظام الشاكرات بتاعك بالكامل. وده طبعا بياخد يعني وقت، مش حاجة قليلة. ف الرحلة محتاجة تركيز، ومحتاجة ان حد يكون يعني يسمع الكلام ويعني ويدركه. لو هو فعلا عايز يخلص، يركز ويشتغل على نفسه. اي حاجة خارجية، الطاقة التانية الخارجية انتي مش مرتبطة بيها خالص للعمل بتاعك عشان توصلي للاتحاد او توصلي لمهمتك الروحية. غير كده ما عملتيش كده، هتفضلي في انعكاسات اللي جواكي، ما انتي في جواكي، فهتفضلي في الانعكاسات اللي جواكي. اتمنى ان انا اكون شرحت شرح مفصل. شكرا ليكم.